لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وفاة الفنان الجزائري مندي نعمون بعد مسيرة فنية خالدة. ودعت الجزائر الفنان القدير مندي نعمون صاحب شخصية عمي برهان بعد صراع مع المرض ومسيرة فنية أثرت على المسرح والدراما. توفي الفنان الجزائري القدير مندي نعمون المعروف بلقب عمي برهان، نسبه إلى الشخصية التي أداها في السلسلة الدرامائية والكوميديا الشهيرة سلطان العاشور العاشر يوم الثلاثاء 15 يوليو تموز 2025 عن عمر ينهاز 81 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض. ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل عيادة الأزهر الخاصة بالبلدية دالي إبراهيم في العاصمة الجزائر وفق المصادر المحلية. ويعتبر مندي نعمون أحد أبرز الوجوه التي صنعت تاريخ الدراما الجزائرية، حيث ترك بصمة لا تمحى في المسرح والسينما والتلفزيون. وبدأ رحلة الفن منذ طفولته إذ اتجه إلى التمثيل في سن العاشرة وشارك ببرنامج الأطفال في الإذاعة الجزائرية، كما كان له دور وطني بارز فيه من خلال مشاركته في الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي حتى نال الاستقلال في 1962 قبل أن يعود ليكرس حياته للفن. ومن أشهر أعماله السينمائية أفلام مثل المفتش الطاهر، يجري التحري عام 1967 وليلى والآخرون عام 1977 وأبواب الصمت عام 1987. وعلى صعيد الدراما التلفزيونية ظل مسلسل السلطان العاشر 2015 علامة فارقة في مسيرته، حيث أبدع في تجسيد شخصية عمي برهان التي أحبها جمهور كثيرة. وفي نعي رسمي نشرته وزارة الثقافة والفنون الجزائرية عبر صفحتها على فيسبوك، قدم وزير الثقافة زهير بولو أحر التعازي والمساواة لعائلة الفقيد، مؤكدا أن الجزائر فقدت قيمة فنية وإبداعية كبيرة، وصفاء مسيرته باسم راسخ في سجل الفن الجزائري.